السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس وبصحة وعافية. الفيديو تاع اليوم بزاف مليح، نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بجيم وكومنتار واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس به كل يوم بإذن الله يوصلكم جديد. نخليكم مع الفيديو. بون خوتي السلام عليكم. حنا كجزائريين هاد الايامات رانا نشوفوا فيه واحد السؤال اللي راه يتكرر بزاف، وخصوصا من بعض البلدان العربيه اللي ما لازمش عليها تطرح هاد السؤال. لازم عليها قبل ان تطرح هاد السؤال لازم عليها تخجل، تخمم مليح وتقول انا كيفاش راني نطرح في هاد السؤال، واللي هو الجزائر. بينما الجزائر تعتبر من اقوى البلدان العربيه، كيفاش ما دخلتش في الشيء اللي راه صاري في فلسطين؟ نساو كاع ارواحهم وراحوا للجزائر. صافي دير شغل الجزائر غادي تقدر تحرر فلسطين وحدها. دونك اول حاجه نبداو بها. اسمح لي ايمن، اسمح لي. شوف انت دمك راه حامي على فلسطين كيما كاع الجزائريين. مني وروح دمك راه حامي على فلسطين، وراك باغي تخرج من جلدك. وكنت تحسي كيما 40 مليون جزائري غدوه نفدوا سلاح ونروحوا عند هذا هو الجزائر الحر، وهذه هي العروبه، وهذا هو الاسلام، وهذا هو مام الشعوب العربيه، مام الشعوب العربيه اللي مساكين. ما انا باغي نسقسيك حاجه ايمن، باغي نسقسيك حاجه معليش. قبل ما تضرب اسرائيل تحركت حامله الطائرات امريكيه. صافي دير كاين خطه مديوره. اي حاجه تندار خطه. شوف الخطه. تحركت البوارج الامريكيه، البورت افيون دارت تما كاين الغواصات استعملوا رواحهم. اسرائيل حطت باز ميليتير في المغرب. وبداو الجزائر محاصره بدي باز على الحدود. صافي دير اي حرب تبدا بخطه. بوقعه سكري، تعرف بلي بوقعه سكري. اي حرب تبدا بخطه. باغي نسقسيك ايمن، كنا نتحركوا اليوم بالفلسطين باش نضربوها، وين نحطوا؟ ما كانش وين. علاه؟ باسكو كاع مصر دايره تطبيع، الاردن دايره تطبيع، سوريا ما نجموش، لبنان ما نجموش، السعوديه دايره تطبيع، الكويت دايره تطبيع، الامارات دايره تطبيع. ولدي باش تضرب بها الطيارات تاعنا من غادي يفوت غتبدا. هذه وحده. الزوجه مين يكون كاين تطبيع بهذا الحجم وخيانه من هذا الحجم، اي خطه تندار تفشل. باسكو علاه غادي يبيعونا كيما المصريين من راحوا وقالوا لاسرائيل بلي حجروا راكم حماس غادي يدوم. صافي دير بدايه الخطه فاشله من البدايه، نتيجه شواله خيانه. صافي دير 90% من اللي راه صار حنا خيانه تاع العرب. حنا كون نهار وين عاونا مصر على اسرائيل. العرب حطوا داروا لي باس تاعهم في مصر باش نجمنا نضربوا اسرائيل. باغي نسقسيك ولدي، ها رانا روحنا، وانا واحد من الناس، انت اللي بيطروا معايا، انا واحد من الناس والله غير نروح. شاولا ولدي وين نحطوا؟ قولي وين نحطوا؟ جيش بادله انزال، نبعث لك لها امدادات في الغذاء، امدادات في اللباس، امدادات في الادويه، وامدادات في الذخيره، وامدادات في الوقود. مين يدخلوا مين يجوا لك على الاقل بلاد من الحدود تاع فلسطين يعاون. والله العظيم غير على بالي بلي الحكومه الجزائريه على راسها تبون الحكومه الجزائريه. هذا الضغط اللي راه عليها، اللي مصايبه كي دير بين خيانه العرب وبين قوه الغرب. ما صابتش كي دير بينها. وبغاو الجزائر كي دير حاجه تخرج الجزائر تقول لهم غادي ندير ديك الحاجه باش يروحوا يبيعوها. اكزاكتومون. على هذه ما تقدرش الجزائر كاع الجزائر غادي دير، ما تقدرش تخرج الجزائر وتقول لكم غادي ندير. اكزاكتومون. صاي اي خطه تبدا فاشله من البدايه. والجزائر نقولوها راهي الجزائر راح تبغى تضرب ضد العدو ولا مش عارف. ما راش حاطين دي باز عندك. ما كاش بلدان عربيه راهي عند الحدود تاعنا بلا ما نذكروا الاسم باش ما تزيدوش فتنه ومش عارف. راهي حاطه عندهم دي باز ما عندهاش بزاف، حطت قواعد عسكريه. صافي دير غادي نضربوا تضرب. اكزاكتومون. الديفو اللي راه صار دروك، البروبليم راه صار في فلسطين، اللي طيح فلسطين والضحايا اللي راهم يطيحوا خوتنا فلسطينيين سببهم الاولى الخيانه العربيه. اسرائيل كيما صرا صدام حسين. هذه هي كيف عادوا في وسطي ما نجوش نضربها. كيف عادوا في داري في طوبه في داري ما نضرب ما قلتلهاش. ابار خوتك راهم معاونين، مبروتيجينها.
هذا هو هذه هي ودي. غير بغيت نفهمك حاجه باللي كشويه عندي معلومات في ماشي غير واحد وضرب، ماشي غير واحد والاخر. كاين اللي حاسبينها سهله، ماشي سهله. الجزائر عندها ماشي عارف، عندها طائرات، عندها جيش، عندها اي صار غادي تقدر الجزائر. كل لقينا تحالف كما لقينا في 67 في مصر ملي بغات تدخل على اسرائيل، اقسم بالله الاله العظيم غير نكملوه. تشوفوا المتطوعين، كنت تشوف غير المتطوعين والجزائريين والله العظيم ما تامن، والله ما خرجوا واحد من الجيش. نديروا كيما دارت روس مع اوكرانيا، لي ميرسونير لا تضرب بهم ما خرجتش واحد من الجيش تاعها. من الله غالب ودي، رانا نكردوا في بلايصنا وما صبنا عليها وين وصاي، باسكو الخيانه العربيه. ربي يكون معكم الصحه. وصلنا إلى نهاية الفيديو، نتمنى إن شاء الله يكون نال إعجابكم. إذا عجبكم ما تنسوش الدعم. شكرا على المشاهدة، إلى اللقاء في فيديو آخر يجمعني وإياكم.